التاريخ 26 و 27 سبتمبر 2025، واحد التاريخ اللي ماشي عادي وغادي يبقى خالد في المغرب، حيث الالاف ديال الشباب المغاربه من مختلف المدن المغربيه خرجوا في مظاهرات سلميه 100% باش يطالبوا بابسط الحقوق اللي ولات شبه محرومه في هذا الزمان هذا اللي حنا فيه، اللي هي الصحه والتعليم. وشفنا الطريقه ديال صناع المحتوى لي زانفلونسور كيفاش كيحاولوا يغطيو هذا الشيء ويبينوه في واحد الصوره اللي هي مختلفه على الواقع. باش نوضحوا علاش خرجوا الناس في هاد اليومين هذه 26 و 27 سبتمبر، غادي نرجعوا شهور شويه قبل، حيت اهم الحركات اللي خلات الشباب يتحمسوا وما يبقاوش ساكتين ويفرقعوا ديك الرمانه هي ما وضحش بالضبط، ولكن عطات واحد الشعله ديال الحماس خصوصا في السوشيال ميديا. هو البلان اللي طرا في النيبال وديك الروينه الكبيره اللي طرات حتى بدل الحكومه، وهذا الشيء بطبيعه الحال بمساعده الجينزي ولا الجيل ديال الشباب اللي بادي من 97 حتى ل 2012. ولكن فاش كتجي كتقرا النيوز والاخبار على هذا البلان هذا ولا هاد الجينيراسيون هذه ديال زيد، غتلقاهم كيقولوا عليها ان هذا الجيل هذا الا خطاه الانترنت وخطاتو التيك توك ولا الانترنت فراه غادي ينوض الروينه في البلاد. ولكن البلان هو مختلف تماما. هذا البلان هذا اللي طرا لهم في السوشيال ميديا والنيبال كان ديك القشره اللي حيدات الليمون، هذا المثل هذا، حيت الوضع في النيبال كان مزري حرفيا. المواطنين ما لاقينش خدمه، البنيه التحتيه ضعيفه لواحد الدرجه ما يمكنش، وهذا وشوف السبب اللي خلاهم يرونوا البلاد على قدها. اما البلان ديالنا حنا المغاربه وبحيث كنتميو لهاد الجينزي هادي، كان طلب بسيط ومن ابسط الحقوق اللي هو الصحه والتعليم، والصحه اللي هي حق كل واحد في هذا العالم هذا. من بعد ما شفنا الاخبار ديال بزاف ديال الاحداث العالميه اللي كنا متضامنين معاهم واخا بعاد علينا، جات الوقت وبان السبيطار ديال اكادير باش يوري لنا ان هذا الشيء راه ما بعيدش منا وانما قريب منا بزاف. البدايه ديال هذا الشيء بدات بتسريب فيديوهات من داخل المستشفى الحسن الثاني باكادير، بزاف ديال البنايات باقا ما سالاتش، اقسام مدرسيه خاصه تجهيزات، والبلان راه كان صادم ديال بصح، وخصوصا الناس كانوا كيتسناو شي سبيطار جديد، لقاو راسهم كيطروا وسط واحد الدوامه اللي فيها لا خدمات لا والو ومرافق صحيه عديمه النفع، وكاع مواقع التواصل الاجتماعي لعبوا واحد الدور كبير في انتشار ديال هذا البلان هذا. وبحيث حتى اللي شاف هاد الفيديوهات هادو كيحس براسو انه الا مرض ولا مرض ليه شي واحد في العائله ديالو ما غاديش يلقى فين يتعاش، وغادي يضطر انه يمشي لواحد البلاصه بعيده ولا مدينه بعيده. انني غلط، حيت ملي دارت واحد التجمع ديال المواطنين ديال اكادير في الباب ديال السبيطار وبالعاني ما بغيتش نحضر ليه باش الامور ما تريكوبيراش، لقيت بانه من لا غد ليه البيولوجي هنايا لي نفاس هذا تطلق باش خدام. البلان اللي خلى السوشيال ميديا تنفجر بزاف ديال الفيديوهات فيها الناس اللي كيعاودوا على القصص ديالهم وكاع البلانات اللي طراو لهم في هذه المرافق الصحيه، واللي كانوا كذلك منهم بزاف ديال النساء اللي كانوا غيولدوا وللاسف توفاو. وهذا الشيء اللي نوض حملات في بزاف ديال المنصات وما بقاش غير نقاش عادي، بل ولات شراره في العقليه ديال الجيل الجديد كامل، وخصوصا فاش كيتعلق الامر بالحق ضروري من حقوق الانسان اللي هو الصحه والتعليم. 16 تلميذ اصبح ما من حقهمش يقراو، والدوله ديالنا ما حماتهمش. كيبقى الحل هو يمشيو حارقين لاسبانيا، حقاش في اسبانيا واوروبا عموما ما كيعترفوش بشي حاجه اسمها مدير امريكي ما يخليش الدراري يقراو، لان بالنسبه لهم التعليم حق من حقوق الطفل بغض النظر واش كان مهاجر سري او مقيم بطريقه. فاش غادي نرجعوا للبدايه من نيبال التجارب العالميه، من بعد تعرف السياق وبانت الحلقه اللي تولدت على المغرب في النيبال والشباب ديال جينزي. وصلنا لمرحله الدعوات كتبان هنايا في المغرب، الناس ما بقاوش قادين يسكتوا، خصوصا الشباب اللي كبروا مع الانترنت وكل شيء عنده انستغرام وتيك توك، بداو المجموعات الصغيره واللي هاشتاغ اللي خرجوا الشباب كانت بحال واحد المحطه اللي هي صغيره، ولكن بزاف ديال الناس مختلف المنصات لاحظوا الرسائل وقاموا بالنشر ديالها بواحد السرعه اللي فائقه، والشعار ديالهم كان واضح وضوح الشمس وبسيط: بغينا الصحه، تعليم وفرص للشباب. الناس بداو كيشاركوا في الفيديوهات والصور، وكل واحد منهم كيزيد واحد الرسائل اللي هي صغيره. وهنايا فاش غادي نوصلوا للتاريخ المنتظر اللي هو 26 و 27 شتنبر 2025. مع البدايه ديال هاد اليومين خرجوا الشباب في واحد المظاهرات اللي هي سلميه 100%، واللي ما كان حتى شي واحد كيتوقعها منذ زمن بعيد. خرجوا الشباب في مختلف المدن المغربيه ابتداء من اكادير حتى الرباط، طنجه، دار البيضاء. خرجوا الالاف من الشباب في مسيرات سلميه، وكانت المطالبه باصلاحات في قطاع الصحه والتعليم. اكادير تجمعوا الالاف ديال الشباب قدام مستشفى الحسن الثاني رافعين شعارات اللي كتعبر الاصلاح ديال الخدمات الصحيه. وفي الرباط كانت الوقفه الاحتجاجيه قدام ساحه البرلمان.
شاركوا فيها الناس من مختلف الأعمار، نساء كبار صغار، كانوا كيهتفوا بشعارات اللي كتدل على إصلاح الصحة والتعليم. والحاجة اللي طارت الجدل في هذه المظاهرات هذه هو أن التنظيم كان عالي الجودة، وأي صحافي كيسول شاب معين كيلقاه شاب نقي واعي ومثقف، رغم أن الجهة المنظمة غير معروفة تماما، خلاتهم يستعملوا السوشيال ميديا باش يوصلوا الدعوات ديالهم كاملين. وهذا الشيء كامل بواحد التنظيم ذاتي ومظاهرات سلمية 100%، بحيث أنهم تمكنوا في الخروج للشارع في نفس الوقت. وهنا كيبين لك الوعي الذاتي وحسن التنظيم والقدرة ديالهم بالتعبير على المطالب ديالهم. ولكن بالرغم من هذا الشيء كامل ماشي داكشي اللي لقاوه. والحاجة المثيرة هو الشعور اللي كان بين وجوه مختلف الناس اللي مخلط ما بين الحماس والخوف، وهذا الشيء غادي تكونوا شفتوه في مختلف منابر الإعلام ديال الناس كانوا غير دايزين ولقاو راسهم في هذا الموقف هذا. يبداو تزيد دورة بحيث الاجواء هذيك المهم ساكنه. يلا وكما لاحظنا كذلك ان اي واحد باغي يلقي واحد التصريح ديالو في شي منبر اعلامي فهو كيتم الاعتقال ديالو. مع المرور ديال الوقت ولا كلشي كينضم، ناس كبار صغار كلشي باغي يعبر على الحقوق ديالو، حيت هادشي ماشي كيخص غير الشباب بوحدهم وانما جميع الفئات العمريه اللي باغا تغيير. هذه الصحة والصحة بطبيعة الحال، لأنه احنا عارفين ولاد الشباب شنو كيعانيو. واللي اليوم وتحية مجددا كنعتذر يعني من جميع الصحافة تم الاعتقال ديالو حتى من مختلف وسائل الاعلام اللي حاولت توثق كل شيء وتحطه في مختلف المنابر والمنصات. ولكن مع الوقت كيدوز والضغط غادي وكيزيد، لانه غادي يخرج الامن الوطني والقوات المساعده بواحد الوتيره اللي ما يمكنش. الشرطه كتدخل وسط كاع المجموعات باش يفرقوا جميع المتظاهرين قبل ما يتجمعوا بشكل كبير. فبحال في الرباط كان واحد التدخل كبير باش يفرقوا الوقفه الاحتجاجيه اللي كانت قدام البرلمان، الحاجه اللي ادت لاعتقالات جماعيه واعتقالات غير منطقيه. انا اللي باغي نعرف شكون هذا اللي لونص هذا الاوردر هذا وهذا الامر هذا باش يطرى للشباب بحال هكا اللي كانوا خارجين سلميين وياكلوا في العصاوي تعتقلوا بهذه الطريقه هذه وهذا التعامل هذا. فهاد الشيء كامل تم التوثيق ديالو قدام منابر الاعلام، والحاجه اللي خلات كاع المواطنين يعبروا بالاستياء ديالهم على الطريقه ديال التعامل ديال الامن ولا المخزن معاهم. قانون اللي ما كيحميناش، ها حنا جينا غير ونوقفوا بداو كيخلعوا فينا. علاش ما هزين لا حجر ما حتى شي حاجه؟ حنا سلميين كنطالبوا غير بالحقوق ديالنا، ما طالبينش بشي حاجه في الصحه وفي التعليم، والقانون اللي يحمينا ماشي اللي باش يجرمنا ولا يدينا للحبس. هادشي اللي كنطالبوا به. وكيأكدوا ويعاودوا يأكدوا ان المطالب ديالهم كانت سلميه ومشروعه 100%. هادشي اللي ادى في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بواحد ردود الفعل اللي هي واسعه، واللي خلى العديد من الناس انه يتضامنوا معهم ويخلقوا اكثريه ديال الهاشتاغات، من بينهم هاشتاغ فري كلشي. من بعد ما بداو كيخرجوا اخبار ان اغلبيه ديال المعتقلين تم الافراج عنهم، ومن بينهم حمزه رائد اللي كان تعتقل في الاول وعاود خرج وعاود ثاني اعتقلوه، ولحد الان ما عرفناش هو واش كاين في السجن ولا خرج منه. واش هذا النهار ديال 27 سبتمبر 2025 غادي يكون غير واحد المحطه صغيره ولا غيكون هو الفارق ما بين هذا الشيء كامل؟ وحنا لاحظنا شنو هي النتيجه ديال الطريقه ديال القمع الامن الوطني ولا المخزن عامه بالتخريب ديال مختلف المرافق العموميه في مختلف المدن، على راسها إنزكان، اي تعميره والقليعه، لدرجه انه وصلت المرحله لان الشرطه انها تطلق النار على واحد 3 ديال المواطنين في مدينه القليعه. فغنرجعوا لجينيراسيون زيد اللي هو جيل كبر معانا الانترنت وما كيقراش غير الجورنال وكتب ولا كيتفرج غير في التلفازه. بالعكس هادشي كامل هو جيل كيعيش في العالم الرقمي ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي. هو الجيل اللي كيتحرك بواحد السرعه اللي هي فائقه ويقدر يوصل الصوت ديالو للعالميه. شفنا بزاف ديال المظاهرات في النيبال وحركات في فرنسا وفي مختلف الدول. هاد اليومين عطات واحد الاشاره اللي واضحه وباينه، فالشباب المغربي ما بقاش باغي يسكت على قضايا اللي واضحه وبسيطه بحال الصحه، التعليم والبطاله وحتى الكرامه ديالو. المتطلبات كانت صغيره وباينه، ولكن الشوارع خلات الرساله كبيره. الحاجه اللي خلات الامن يتدخل، وشفنا مؤخرا في طنجه ولا الامن كينظم احتجاجات بطريقه سلميه 100%، وكنتمنى هذا البروسيس هذا يكمل في كاع المدن. ونداء لكاع الشباب حاولوا ما امكن تفادوا التخريب، لان التخريب راه ما غادي يؤدي لحتى شي نتيجه. واش هذا النهار هذا ديال 27 سبتمبر 2025 واش غادي يبقى متورخ عندنا؟ واش غادي يكون شي حاجه من المستقبل ولا غادي يمر
غير مرور الكرام. من مورا ما الفيديوهات انتشرت بواحد الشكل اللي هو هيستيري، واي واحد غادي يبقى عاقل على هذا النهار هذا بالضبط. كان معكم عبدو ضوي والليل، القناه اللي كندوي على اي حاجه تراند واي حاجه اللي مهمه. الله.